السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أيها الأحبة الكرام. عندنا هاي أسئلة نصف سنة رياضيات، طبعا راح نحلها لكم. عندنا السؤال الأول أليف، يقول استخدم خصائص العمليات لتحسب ذهنيا لاثنين فقط. عندنا هاي 18 زائد القوس 12 زائد 8. طبعا هاي خصائص التجميع، فشلون راح تنحل؟ أدخل ال 18 داخل القوس، 18 زائد 12، وأخرج ال 8 زائد خارج القوس، والناتج يكون 2 زائد 8 10، فيصير هاي 30 زائد 8، والناتج يكون 38. النقطة الثانية عملية إبدال الضرب، فيصير هي 4 في 12 تصير 12 في 4، والناتج يكون 48. العملية هاي عملية توزيع. شوف عملية توزيع ايش راح تصير؟ 6 في 2 زائد 6 في 4، والناتج راح يكون 6 في 2 هي 12 زائد 6 في 4 24، والناتج راح يكون 4 و2 6 و1 و2 3. الفرع باء شو يقول؟ استخدم ترتيب العمليات وحل ما يأتي لاثنين فقط، وراح نحلها لكم كلهن. فعندنا هاي 14 14 ناقص 6 زائد 40. بالبداية نحل الناقص لأنه على اليسار، يساوي 14 يروح 6 8 طبعا زائد 40، والناتج يكون 48. النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية 5 ناقص 7 مضروبة بالقوس اللي هو 4 زائد 5 تربيع. فايش راح نسوي بالبداية؟ لازم نخلص من القوس بالبداية، ويساوي هاي نفسها نزلها 5 ناقص 7 ضرب القوس ايش قد؟ 4 زائد 5 9 تربيع، إذا تربعها يصير 81 مباشرة، نخلص من عندها يصير 81. فالناتج راح يكون عندنا 5 ناقص 7 ضرب 81. طبعا الخمسة يساوي 5 أنزلها والطرح يصير عندنا سالب، طبعا سالب 7 في 1 7 7 في 8 56، والناتج راح يكون بالموجب. طبعا 7 يروح 5 2، وهاي 6 تنزل و5، والناتج يكون 562. النقطة الثالثة اللي هي 4 ضرب 8 ناقص 3. هاي طبعا بالبداية نخلص من الضرب، يعني ترتيب العمليات 4 في 8 32 ناقص 3، والناتج راح يكون 29. هاي خلص السؤال الأول. السؤال الثاني شو يقول؟ اختر ما بين الأقواس 8 أس 1. ايش قد؟ 0 لو 8 لو 1؟ طبعا هي 8. هنا عندنا 25 أس 0 منطينا لو 1 لو 25، طبعا هنا نختار 1 لأنه أي عدد أس 0 هو 1. 36 منين جاية؟ من 6 أس 1 لو 6 أس 2 لو 6 أس 3، طبعا 6 أس 2. 30 مطلق سالب 30 تساوي 30 لو 0 لو سالب 30، طبعا تساوي 30. هنا الصورة العلمية للعدد 5000
هي 10 أس 3، 5 في 10 أس 3، لو 5 في 10 أس 4، لو 5 في 10 أس 5. طبعا هي الاختيار هذا. السؤال الثاني فرع باء، جد قيمة العبارة الجبرية باستخدام القيمة المعطاة، التعويض يعني الاثنين نحلهن ثلاثتهن. الأولى سالب 18 تحت المطلق طبعا زائد x تربيع ناقص 99. راح أحلها، أعوض الأكس منطينا 9 طبعا، هذا منطينا الأكس يساوي 9، هذا منطينا الأكس 9، فراح أعوض عن الأكس ب9. أخلص من المطلق يصير عندي 18 زائد الأكس تربيع 81 ناقص 99. بالبداية راح أخلص من الجمع طبعا، أجمع يساوي 1 زائد 8 9، و8 زائد 1 9 كذلك، والناتج ناقص 99 ويساوي 0، لأن 9 ناقص 9 0، وهاي كذلك يطلع 0. النقطة الثانية اللي هي 4x ناقص 6 تربيع زائد 3، ومنطينا الأكس شقد؟ منطينا الأكس 12. راح أعوض عن الأكس ب 12. 4 ضرب 12 ناقص 6 تربيع هي 36 ناقص 3، وأخلص منها. من الضرب أخلص بالبداية لأن عندي ضرب وطرح، وهنا مرة ثانية طرح. ف4 في 2 8، 4 في 1 4، 48 يطلع، ناقص 36 ناقص 3. أجي لهنا أخلص من الطرح اللي بالبداية، هذا عندي 48 وهاي 36، فراح الإشارة تكون موجبة. 8 يروح 6 2، و4 يروح 3 1 ناقص 3، والناتج راح يكون عندنا 9، لأنه 12 يروح 3 فيبقى عندنا 9. النقطة الثالثة اللي هي 6 القوس y زائد 3 وناقص 52، ومطينا الواي سالب 4. فشي يصير عندي التعويض؟ شي يصير عندي؟ راح أحلها هنا حتى توضح. 6 ضرب سالب 4، الواي سالب 4 منطيني اياها، زائد 3 هذا القوس ناقص 52. بما أنه صارت عملية ضرب وأقواس، فراح أخذ القوس أخلص من عنده. 6 ضرب سالب 4 زائد 1 يطلع عندي بالسالب 1 ناقص 52. فصارت عندي ضرب هنا وهنا طرح، آخذ 6 في سالب 1 يطلع عندي سالب 6 ناقص 52، والناتج راح يكون آخذ إشارة واحدة من عندهم وأجمع 6 و2 8 و5 تنزل، والناتج سالب 58. نجي للسؤال الثالث. السؤال الثالث شي يقول؟ السؤال الثالث هذا السؤال الثالث: اكتب العبارة الجبرية ل2 فقط. خلي أحلها لكم، أحلها بالأسئلة. أكثر من أم ب20. طبعا أي شيء يجي بعد المن العفو يصير بالبداية، فأكتب أم أكثر تعني زائد، و20 هاي 20، وانتهت المسألة. 3 أمثال هذا القوس، 3 أمثال يعني ضرب 3 هذا القوس x ناقص 2 أس 4. النقطة الثالثة كي مقسوم على، أي شيء يجي بعد العلى يصير بالنهاية. إذا أخلي 8 هنا ومقسوم، إذا قسمه وهو الكي، هذا الكي كي تقسيم 8.
جد الجذر التربيعي، هذا السؤال الثالث أليف. الجذر التربيعي للعدد 1296. طبعا هذا 1296 إذا أحلله على 2، ال12 بيها 6 وال9 بيها 4 في 2 8، يبقى 1 يروح على 6 يصير 16 بيها 8 على 2 بيها 6 3، وهاي بيها 2 وهاي بيها 4 على 2، هاي بيها 1 يعبر على 2 يصير 12 يصير 6، وهاي بيها 2 على 2، هاي بيها 8 وهاي بيها 1. بعد ما يقبل على 2، إذا على من يقبل؟ يقبل على 3. إذا أجمع أعداده 1 و8 9 من مضاعفات 3، إذا نقبل على 3. على 3 بيها الستة بيها 2 في 3 6، يبقى 2 يروحان لهنا للواحد يصير 21 بيها 7 على 3 بيها 9 على 3 بيها 3 وبيها 1. إذن هو جذر تربيعي آخذ من كل 2، العفو هاي على 3 بقت، على 3 بيها 1، والناتج راح يكون عندي هذا 3 آخذ منه، وهاي 3 منه، وهاي 2 منه، هاي 2 منه. 3 في 3 9، 9 في 2 18، في 2 36، والناتج يكون 36. إذن الجذر التربيعي هو 36. السؤال الرابع هذا حل المعادلات باستخدام العلاقة بينهما ل4 فقط. راح نحلها كلها. طبعا احنا عندنا هاي الأولى x زائد 25 يساوي 128. هاي معادلة جمع، وكل معادلات الجمع تتحول إلى طرح. إذا تساوي الأكس تساوي 128 ناقص 25. 8 يروح 5 ويساوي 8 يروح 5 3، وال2 يروح 2 0، والواحد ينزل، والناتج 103. المعادلة الأخرى اللي هي 45 ناقص m يساوي 9. إذن هاي راح تبقى طرح نفسها، فشو تصير m معادلات الطرح والمتغير بالنهاية يبقى طرح. m تساوي 45 طرح 9 ويساوي 5 يروح 9 ما يصير، اخذ واحد منه، هاي تبقى 3 وهاي يصير 15. 15 يروح 9 بيها 6، وهاي بقت 3 تنزل هنا، والناتج يكون 36. لو اريد اتاكد من حلي صحيح اجيب ال36 اخليها هنا واطرح منها من المعادله. 45 يروح 36، الناتج يكون 9 يساوي طرف ثاني. اذا حلي صحيح. هنا المعادله الاخرى عندنا هاي تحت المطلق يكون طبعا معادلات جمع، فيصير 10 أوخر المطلق من عندها، يصير 10 زائد x يساوي 26. معادلات يساوي هاي 10 زائد x يساوي 26. معادلات الجمع كلها تتحول إلى طرح، فيصير الx يساوي 26 ناقص 10 ويساوي شقد 6 يروح 0 6 و2 يروح 1 والناتج 16. لو تريد تتأكد من حلك تجيب ال 16 تعوضها مكان هذا، من تجمع 10 زائد 16 يطلع 26 يساوي طرف ثاني. إذا حلك صحيح. الثانية هاي تقسيم الأكس تقسيم 7 يساوي 12. هاي تصير معادلات ضرب، لأنه المتغير بالبداية وهي معادلات قسمة تصير ضرب، فالأكس يساوي 12 في 7، ويكون الناتج 7 في 2 14، واحد هنا 7 في 1 7 و1 8.
84. لو تتأكد تجيب ال 84 تخليها تعوضها مكان الإكس وتقسم على 7 يطلع عندك 12 تساوي الطرف الثاني، إذا حلك صحيح. الأخرى هنا عندك سالب 6 في واي ضرب واي يساوي 42. هاي معادلات ضرب، إذا تتحول إلى قسمة، فالناتج يكون واي تساوي 42 تقسيم سالب 6 والناتج راح يكون عندي 42 تقسيم سالب 6 يطلع سالب و7، 7 في 6 42. لو أريد أتأكد من حلي أجيب السالب 7 أعوضها مكان الواي فيصير سالب 6 في سالب 7 يطلع عندي موجب 42. إذا حلي صحيح. وصلنا للسؤال الخامس اللي هو شي يريد يحول الأعداد التالية إلى أعداد نسبية. هذا عندنا فقط شو تسوي؟ تخلص من العدد صحيح. 2 في 1 2 و1 3 والناتج يكون 3 على 2. هذا أول واحد. هذا الثاني 7 سالب 7 يصير سالب 7 على 1. وهذا عندي هنا يصير 3 على 10. وهذا عندي هنا يصير 5 على 100. وهذا هنا 0 على 1. وهنا هذا عندي شي يصير 7 في 1 7 و3 10 على 7. عندي السؤال الأخير العفو، هذا عندي سؤال جد ناتج. هاي قسمة راح أحلها لكم بهاي الورقة. قسمة الأعداد النسبية سالب 9 على 4 تقسيم هذا هنا سالب 12 على 5. والناتج شي يكون؟ أنزل الكسر الأول كما هو على 4، أقلب إشارة القسمة إلى ضرب وأقلب الكسر الثاني يصير 5 طبعا سالب على 12. إذا عندي اختصار أختصر على 3 هاي بيها 3 وعلى 3 هاي بيها 4 والناتج راح يكون عندي المسألة الأخيرة اللي هو هذا مثلث قائم الزاوية. مثلث خلني أوضحها لكم هنا. مثلث قائم الزاوية في بي. هذا مثلث قائم الزاوية في بي. خلي أرسم لك المثلث هذا قائم الزاوية في هاي بي، قائم الزاوية بيها. هذا الوتر شي يقول في بي؟ يقول اي بي 6. هذا اي بي 6. هذا 6. بي سي جد هذا بي سي جد منطينا 8. شي يريد؟ جد طول الوتر هذا اي سي يريده. فش اقول انا بالحل مالتي؟ اقول اي سي هذا اللي هو هذا الوتر اي سي تربيع شي يساوي لي؟ يساوي لي 6 تربيع زائد 8 تربيع. والناتج ايش راح يكون؟ اي سي تربيع شي يساوي 6 في 6 36 زائد 8 في 8 64. والناتج راح يكون 4 و6 10. 6 وواحد هنا يروح 6 و3 9 و1 10. هذا شنو؟ اي سي تربيع. انا ما اريد التربيع، اريد فقط اي سي. فاي سي
شي يساوي لي؟ يساوي تحت الجذر 100 وال100 تحت الجذر هشقد؟ اي سي يساوي اي سي وشو يساوي؟ يساوي لي 10 لأن جذر 100 يساوي 10. إذا هذا طول الوتر. وانتهت الأسئلة. تحياتي للجميع.